ومرايه شمال بينزلوا بنفس الطريقه كده. المرايه الصغيره اللي حضرتك بتجيب الطريق من عن بعد، فيها سخانات للمرايات، المرايات بتنزل فيها تسخين بحيث لو في مطره او كده تلاقي المرايه تعرف تشوف كويس. الغمازه بتاعتها جايه بطول المرايه، شكلها كبير بالشكل ده. العربيه فيها فتحات تهويه في الاجنحه جميله قوي. شكل الاكسدام بتاع العربيه، حجم الجنط بتاعها طبعا مقاس حوالي تقريبا 18. نتاكد مع بعض، الجنط ده مقاس 18 او مقاس 19؟ مقاس 18، جنط مقاس 18. الجنط الاصلي بتاعها فورد 4 عجلات، حاله الجنوط الكاوتش لسه جديده. العربيه بتنزل يا جماعه ممكن تعمل لها سيستم، تعمل لها زي باسورد وتدخل الباسورد دوت عباره عن 6 ارقام وتفتح بيه العربيه. طبعا العربيه جايه معاها نسختين البصمه الاوريجينال بتاعها، ولكن ده اوبشن موجود اضافي تقدر حضرتك في مصر بقى تفعله. طبعا احنا مش هنفعله من هنا عشان العربيه ما تقفلش مننا والجماعه بتوع اللي في المينا. بسم الله ما شاء الله. العربيه زي ما حضراتكم شايفين التريد مارك بتاع فورد موجود على كل جزء فيها. نازله فول اوبشن متكامل للعربيه، فيها ميموري ست 3 درجات، سنتر لوك كامل متكامل موجود في باب السواق والباب اللي جنبه. عندنا طبعا الازاز بتاع العربيه كله كهرباء اوتوماتيك بضغطه واحده، يعني لو ضغطنا ضغطه واحده بتفتح كل الازاز زي ما حضراتكم شايفين كده. كذلك برده الازاز بيقفل كله كده كهرباء. العربيات الكوري لحد الان ما فيش فيها الاوبشن ده. العربيات الكوري بينزل اوبشن ازاز السواق بس اللي بينزل بينزل اوتوماتيك، بعد كده بقى الازاز كله لازم تفضل ضاغط عليه. ده اوبشن برده محترم قوي قوي قوي. شكل العربيه، شكل التابلو بتاعها تحفه بمعنى الكلمه. الكراسي بتاعتها سبور ورياضيه قوي 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 فوق ما تتخيل. حجم الكرسي رفيع ازاي وشكله عامل ازاي. كراسي طبعا نازله كهرباء. لو جينا حبينا نرفع الكرسي بتاع السواق ونتفرج مع بعض على المساحه، كرسي السواق طبعا حضرتك شايف قاعد واخد راحته جدا. نيجي نشوف بقى حجم الصالون عامل ازاي. يعني اللي هيبقى قاعد في الكنبه اللي ورا هيبقى قاعد بالشكل ده كده، لدرجه ان كرسي السواق او الكرسي اللي جنبه لما بينام بينزل لاخره بيبقى لسه في فراغ هنا. عربيه ما شاء الله تبارك الرحمن، نازله فول اوبشن متكامل. عربيه بانوراما، طبعا بانوراما بتفتح، فتحات تهويه، وفيها كمان شاحن 12 فولت او 24 فولت ناتف تقدر تشحن بيه على طول. تجيب المشترك نفسه وتحط الفيشه نفسها بتاعه الشاحن وتحطه وتركبها وتشحن بيه. عربيه بسم الله ما شاء الله. مساحه التخزين في الشنطه بتاعتها يعني حاجه مهوله. تفتح من هنا بزرار برضو كهرباء، ده الزرار بتاع الفتح ما شاء الله. العربيات نازله معاها استبن برضو كاوتش مقاس 18 بالاستبن بتاعها بينزل بالاشاره بتاعه المرور. عربيات ما شاء الله. العربيه جايه بالكتالوجات بتاعتها بالفرش الداخلي بتاعها. العربيتين حالتين زي ما بقول لحضراتكم مش حلين ولا مسمار، مسامير الشنطه ما حلتش. العربيتين ما فيهمش بوهيه زي ما اتفرجنا مع بعض. الشنطه بتبقى فاتحه. حجم مساحه التخزين كبيره جدا على فكره يا جماعه. يعني انا من هنا شايفها قدامي، لو حضراتكم لو ركزنا كده وخدناها بزاويه هنلاقي مساحه التخزين مهوله تشيلها ممكن 4 شنط سفر، بالاضافه لان انت ممكن تنيم الكرسيين دول ويكون معاك بحر جوه، يعني غرفه نوم بمعنى الكلمه. عربيه ما شاء الله تبارك الرحمن. محرك الايكو بوست موجود. عربيه يا جماعه 4 ويل. نسينا نتكلم ونقول ان العربيتين الاثنين دفع رباعي. العربيه دي ما بينزلش منها اصلا نسخه في كوريا جر امامي او جر خلفي. العربيه بتنزل دفع رباعي ما شاء الله تبارك الرحمن. تحفه بمعنى الكلمه. العربيات فابريكا لسه استيكرات المصنع موجوده في كل جزء منها. والله ان شاء الله هيكونوا من نصيب اللي هيتعاقبوا عليهم بامر الله تعالى. العربيتين نفس الحالات، نفس الاوبشن، نفس كل شيء. نبدا نتفرج بقى على الاوبشن مع بعض. زي ما قلنا لحضراتكم الكراسي كهرباء، نفس الكرسي الكهرباء اللي بينزل في عربيات كوري 10 حركات نفس الشيء. هنا الظهر ده بيطلع وبينزل. عندنا الطاره نازله تحكم كامل في الطاره، تحكم في الاوامر الصوتيه، في الميديا، في الوسائط المتعدده، في التابلو. عداد العربيه هنا 113,000 كيلو، وعداد العربيه اللي جنبها اختها 119,000 كيلو. هنبص عليها برضو هي كمان. العربيه شكل المقصوره بتاعتها بالشكل ده كده، شكلها تحفه بمعنى الكلمه، شكلها جميل قوي قوي قوي. بتنزل الشاشه اللي فيها شاشه مايكروسوفت. شاشه يا جماعه باورد باي مايكروسوفت، مصنوعه من مايكروسوفت. الشاشه طبعا فيها بما انها مايكروسوفت تقدر لو معاك موبايل بالذات سامسونج تقدر بتوصل بالشاشه وبيشتغل، والشاشه ممكن تشغل عليها افلام، تشغل على موسيقى، تشغل على اللي انت عايزه كله. والتواصل بتاعها مع الموبايل في البلوتوث بيكون احسن بكتير جدا من الشاشات العاديه.
عندنا البكر بتاع التكييف بتاعها هنا، بتاع فتحات التهويه، شكله مخيف، شكله تحفه بصراحه. وفتحات التهويه بتاعتها كلها جايه بشكل انسيابي كده، مش جايه بشكل مضلع، جايه بشكل جميل قوي. زي ما قلنا لحضراتكم في هنا كمان سنتر لوك موجود في الباب اليمين. الفتيس بتاع العربيه حالته فوق الممتاز، طبعا مانيوال اوتوماتيك. عندنا هنا في كمان نظام السبور، تقدر تشتغل عليه من هنا لو حابب ان انت تشتغل على السبور زي ما حضراتكم هنا كده. هذا الاس 1 الاس 2. ارجع تاني، بيظهر العربيه واخده اي غيار زي ما هو ظاهر في التابلو كده قدام حضراتكم. وبيظهر طبعا العجل كمان لو لفيته بيظهر لفه العجل، وبيظهر الاضاءه اذا كنت مشغل الانوار ولا لا، او اي باب مفتوح، اي حاجه مفتوحه بتظهر في التابلو. وبيظهر في التابلو طبعا العربيه متبقي كام كيلو لسه على ما تفصل بنزين، تقدر تمشي قد ايه، كل حاجه بتبان على شاشه التابلو قدامك. شاشه التابلو شكلها تحفه تحفه بمعنى الكلمه. عربيه برضو ما نسيوش فيها مع الحساسات الخلفيه، كاميرا الرجوع الخلفيه ما شاء الله. المرايه بتاعتها نازله مرايه تعتيم، دي المرايه التعتيم دي بتنزل في اعلى فئه في العربيات الكوري السورنتو والسبورتاج، نفس المرايه نازله فيها. طبعا كاميرا